ليه هو مش بيشوف بنته؟ علشان هو بعد ما قلت لحضرتك ان هو ساب البيت ومشى، قعد حوالي 3-4 شهور ما يعرفش عننا اي حاجه، ما بيسألش عننا. هو ما فيش غير مره كلم فيها والدي، مرتين كلم فيهم والدي. ايه السبب؟ يعني هو مهمل، هو اب مش كويس، تمام. هتحرميه من بنته طول عمره؟ لا ما حرمهوش من بنته طول عمره. هو جه هو واهله عندنا في البيت في العيد ديت، انا قلت له مش هينفع ان انت تشوف بنتك عشان انا مش موجوده في البيت. ايه بس فات 1.5 سنة دلوقتي، أيوة. شافش بنته ولا مره ليه؟ علشان هو ما بيصرفش على بنته اصلا. ما هو قال هبعت مصاريف ما حصلش. طب يوم العيد انا كنت رايح واخد فستانها واتكلمت في رمضان. لا واخد فستانها يعني ما حصلش. لا ما بحبش انا الرجاله، هي ما تصرفش خالص وبعدين تيجي تجيب جزمه للبلد، ما يصرفش خالص ويروح جايب فستان. بالظبط، هو ده اللي حصل. انا كنت بتحايل اصرف، والله انا كنت بتحايل اروح ومعايا سكرينات، معايا كلام ومعايا كل حاجه الحمد لله. انا حضرتك بصي يعني هو ما بيصرفش على بنته. بصي نصيحه يعني البنت ما لهاش علاقه، تقدري تاخديها بنفقه. ما انا رفعت قضيه نفقه. واخده شقه اصلا من اللي فيها، واخده شقه هو الشقه دي دافع نصها فعلا. هي اللي عايزه تتطلق وهي اللي رافعه قضيه طلاق. أيوة يعني مالهاش حق الشقه دي خدتها كلها. الشقه دي هو دافع نصها فعلا. الشقه مكتوبه باسمي ده مبدئيا. انا فاهمه بس هو دافع نصها. تمام اهو. وهو دفع ايه؟ نصها. ما حصلش. طب دافع كام؟ اسال نفسك انت دفعت كام؟ انت دافعه 25,000 وانا دافع 20,000 وانا دافع التشطيب وانا اللي فارش بقيه الشقه. ما حصلش. هي الشقه كلها ب 45,000. يعني هو ليه 20,000 جنيه عنده؟ ما حصلش. ما لازم تقول ما دفعش. دفع ايه؟ لا بصي حضرتك عشان هو بيتكلم، انا والدتي كانت عامله له جمعيه بال20,000 جنيه. تمام برافو. دفع نصها والنص التاني ما دفعهوش، انا اللي دفعه. لا انا اللي كنت بدفع لدرجه انك قلت ان انا دفع 10,000 جنيه في الشقه دي كلها. تمام. ازاي؟ وجت اخته كان اخر هو تمن كان عامله له 45,000 جنيه ايجار قديم. ايجار قديم حضرتك. ايجار قديم حضرتك، دي ايجار قديم لفتره معينه ل 20 سنه. مش تمليك يعني. مش تمليك. لا تمام. وبعدين جت اخته كانت عامله له كارد ب 10,000 جنيه. طب انا عايزه اطلب منك طلب بشكل اخوي يعني. انت اتطلقتي ورفع قضيه نفقه وده حقك. تمام. انا مش عايزه البنت تستخدم. انا ما بستخدمش بنتي وسيله لاي حاجه. عارفه ليه؟ لان انت متخيله انك بتعاقبيه بس هو. انا بتعاقبي بنتي. طيب مدام ريهام يعني ثمنه ايه ان انا اتحرم من بنتي 1.5 سنة ولما حد يسال بنتي عليا، لما حد يسال بنتي عليا بابا فين تقول له بابا مات غرفه 60 داهيه. حصل ده حتى لا في حد من على تيك توك هو السبب. ثانيه واحده لا مش بيوقع هي اللي قايله كده بلسانها للست. بعد اذنك هي اللي قايله بلسانها كده للست. هي بنتي من وهي عندها 6 شهور عندها 3 سنين. لو كبرت عن كده مش هتعرف بنتي من وهي عندها 6 شهور ما تعرفش مين حسين. ما كانتش عيطت عليا وانا نازل من عند باباكي وهي عندها 1.5 سنة كانت بتعيط ورايا. هي بقى هي الاسم بعد 3 سنين يعني اي حد بيجي بيناديها بيقول لها انت اسمك ايه. بعد 3 سنين هيبقى الذاكره ممحيه، لازم يبقى ليها اب دلوقتي. هي يعني مش هتسامحك لو كبرت ولقيت نفسها من غير اب. انا ما عنديش مشكله في ان هو يشوفها. انا كان رد والدي عليه يوم ما هم جم زي ما هو بيقول ان احنا كرشناهم وان احنا اهنيهم. ما نزلتيش ورايا حافيه الشارع؟ ما قلت هقول الالفاظ اللي كنت بتقوليها في الشارع. لا ما انا لو حد شتمني وضربني ما انا هقول الفاظ. ما ضربتش بقى. انا ما ضربتش. انا علشان ما اضربش مشيت. ثانيه لا ثانيه ما ضربتش ايه ما ضربتش ايه. انا علشان ما اتكلمش خالص لميت هدومي ومشيت. انت علشان ما اتبعش نفس الاسلوب اللي ضربتها وهي حامل. انا مفيش واحده بتتضرب ثالث يوم فرحها بالحزام. كان ليه؟ لا مش انت بتنرفزني ليه؟ كان ليه؟ يعني ايه ليه؟ قولي كان ليه؟ قولي انت. ولا ليه؟ مفيش ليه. لا انا عايزاه هو يقول هو ليه. بالمعروف حضرتك مش عاجبك انك تتجوزها وتفضل مراتك تطلقها، لكن ما تضربهاش بالحزام ولا تضربها خالص ولا تلمسها خالص. يعني ما فيش حد يقول لي سبوع بنتي. الراجل اللي بيبرر العنف مع الست معلش انا اسفه سبوع بنتي سبوع بنتي. انا ما ببررش لكن برضه ليه خالص ما فيش حاجه تستفزك حضرتك. هي لا انا ما استفزتكش. ليه تقف تزعق لي قدام الناس وتبجح لي وصوتها يعلى؟ طلقها. ما حصلش. طلقها. ماشي طب طلقها ما تضربهاش بالحزام. انا لما ما عملتش كده خالص وسبتها ومشيت. اللي حصل؟ لا طلقها ما تضربهاش بالحزام. مالكش انك تضربها. انا برضو الواحده مش بتجيب اخرها بالساهل. يعني انا هي زعلت من غير سبب.
ضربني يوم سبوع بنتي عشان بقول له اللي هو اصلا ما يعرفش عنه اي حاجه. قلت له انا دافعه كل حاجه، روح هات بس الحاجه ما حصلش. عشان الناس جايه. الفلوس على فكره والله ما حصل. براحتك بقى انت يا بنتي، بتحلفي على الفاضي. والله وحياة بنتي وغلاوه بنتي عندي ما حصل. على الفاضي صدقيني. لا ولاده دفع يعني الست ولا اسبوع دفع. ثانيه واحده، يعني الست دي اتضربت اكتر من مره. ايوه حصل. ومنهم مره بالحزام 3-4 مرات. وبعد سنه واتطلقت مش ناكر واترمت. وبعدين بعد ما رجعت بعد سنه ونص اتحايلت عليك وانت نازل انك تقعد ما تنزلش. ثواني مدام ريهام، طيب ثواني، كانت عامله ايه وقتها وانا سايب لها الدنيا وماشي؟ انا راجع من شغلي جايب لها شوكولاته، هي اللي غلطانه فيا وهي اللي مستفزاني. جايه في الشغل جايه من الشبكه دي، برن عليها ما بتردش على جوزها، تقدره تقول له هي فين. تمام. ايوه حصل. كل ده حصل ليه بقى؟ عشان سبب معين. انا نزلت ورحت الخطوبه طبعا وانا نازله بخناقه عشان لبسك ومش لبسك. قلت له انا ما جبتش لبس من ساعه ما اتجوزت لحد وقتنا هذا، ما اشتريتش لنفسي حاجه، واي حاجه كنت بشتريها ليك انت، وبستخسر في نفسي، بقول مش مشكله.